السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. النهاردة برد على خرافة من العيار الثقيل. قالها أستاذنا يوسف حسين في برنامجه الشهير جو شو، في حلقة الأمس الخميس امبارح، حيث قال إن الحد الأدنى للأجور في أمريكا $15 الساعة، وهذه خرافة. حضراتكم الحد الأدنى للأجور في أمريكا $7.25 الساعة، $7.25 الساعة، وبعد الخصومات والضرائب تصفصف لها على $6 الساعة أو أقل. نسبة اللي بيعملوا $15 الساعة، نسبة اللي بيعملوا أقل من $15 الساعة جروس باي. يعني إيه جروس باي؟ يعني قبل الضرائب والخصومات. نسبة الناس اللي شغالة في أمريكا بتعمل أقل من $15 الساعة 42.5%. وطبعا لما بنتكلم عن $15 الساعة، ده معناه 10 أو $11 الساعة يا اخوانا بعد الضرائب والخصومات. ماشي؟ فإذا اللي بيعمل في أمريكا أقل من 10 $11 الساعة، دول نسبتهم من اللي شغالين في أمريكا 42.5%. فلا يصح يا أخ جوشو إنك أنت يعني يوتيوبر بحجمك بيتابعك ملايين الناس، إنك أنت تغلط غلطة زي دي. أرجو تحري الدقة في المعلومات اللي بتقولها للمتابعين. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.